اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد أجمعين. تعالوا بقى النهاردة نعمل ايه؟ نعمل كشري. ما كلناهوش من ساعة العيد، يعني حتى في العيد ما كلناهوش، قلنا نعمله بقى والمرة يعني نعمله النهاردة يعني وكده. عايزة اقولكم ان انا بعمله احلى من بتاع المحلات كمان. قلنا هنجيب اكل من بره، تمام. هتاكلوا ايه؟ قالوا ناكل كشري. بعتنا نجيب علبة الكشري الصغيرة اللي هي اصلا ما تاكلش، يعني فيها معلقتين 3 ب20 جنيه، ومعاكي بقى من 15 لحد 65 جنيه طاجن المكرونة بالفراخ. فطبعا حرام، ليه يعني؟ ما نعملهم في البيت ومش هنكلفه 100 جنيه. حطينا بقى على النار مية تغلي عشان نسلق عليها المكرونة. واول حاجة ببتدي اعملها، يعني الحاجات اللي بتاخد وقت زي العدس، بحطه في المية، بحطه في حلة فيها مية واقيد عليه. الحمص، البصلة اللي هي بتبقى من فوق دي على الوش، اسمها ايه؟ قولوا معايا. ايوه، هي اللي انت قلتي عليها دي. التقلية. ايوه التقلية. وكده يعني. تعالوا بقى نشوف. على فكرة عايزة اقول لكم ان الكشري سهل قوي 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 وسريع وعادي. يعني زمان امي لما كانت مثلا نيجي نعمل كشري لازم نصحى قبل الظهر مثلا، يعني نبتدي نخش المطبخ نعمله على الساعة 10-11 كده، عشان النهارده هنعمل كشري. ليه؟ مش عارفه، يعني انا مش عارفه ليه كانت بتعمل فينا كده بصراحه. حطينا بقى العدس على النار وحطينا الميه دي بتغلي. ايوه الميه دي بتغلي عشان نسلق فيها المكرونه تقريبا كده. نخدع نعمل التخديعه. عايزه اقول لكم ان انا البصلايه دي كانت كبيره قوي. هي لا، المفروض نعمل بصلايه صغيره، بس هي قلشت مني يعني ان انا كبرت البصلايه شويه. هاتي بصلايه صغيره، قشريها وقطعيها تقطيع صغير قوي، وحطي بقى شويه زيت. بس مش هنحط سمنه طبعا، ولا ينفع نحط دهن ولا الكلام ده، هو شويه زيت وكان الله بالسر عليه. بصوا، مش قلتلكوا دي كانت للمكرونه؟ ايوه، اصل الفيديو ده بقاله كام يوم، يعني بقاله حوالي 3 ايام وانا ما كنتش عملت له مونتاج، فهتلاقوني ناسيه سيكا يعني. بسلقي بقى كل مكرونتك في حله واحده، مش هنقعد بقى نعمل مواعين وكركبه. بحب اسلق مكرونه اسباجيتي ومكرونه التحمير الصغيره. يا خراب، الراجل باع لي المكرونه يعني فيها اكياس ولا ايه، مش عارفه. انا عايزه اقول لكم ان ده كان كيس شوكولاته كمان. طب ادينا يا عم الشوكولاته، بتدينا الكيس كده وخلاص فاضي، ادينا الشوكولاته. مش عارفه ايه الناس دي يا اختي. شلنا بقى المكرونه وصفيناها في ميه، ولا يعني صفيناها قصدي من الميه، ويركنيها بقى على جنب. وتقريبا كده المكرونه خلصت معانا. بحب انا بقى اقعد اغير كده في الحلل من النار دي للنار دي لعندي، من العندي قصدي للعندي، علشان انجز يعني في الوقت. سيبنا التسبيكة على جنب مع نفسها، البصلة تحمر، ولازم احط عليها معلقة توم كبيرة. لازم، دي اساسي. عايزة اقول لكم ان التوم بيودي التسبيكة بتاعة الكشري في حتة تانية. واحقاقا للحق، اسراء اختي اللي قالالي على الحتة دي، على التركاية دي. ننزل بقى بعصير الطماطم بتاعنا، شوية ملح شوية كمون وبس كده. ما بحبش احط على الكشري غير الحاجتين دول، شوية كمون شوية ملح شوية كزبرة صغننين. نسيبها بقى تتسبك مع نفسها، ونيجي بقى الرز بتاع الكشري. بيحب شعرية كتير قوي. عايزه اقول لكم كنت بعمله عندنا يعني من قيمه يومين. ابويا جاب لي كيس شعريه وقال لي اعمليه كله، حطيه كله يا عم كتير. قال لي حطيه كله، قلت له حاضر. نحمر بقى الشعريه بتاعتنا ونخليها لونها جولد كده حلو وجميل، وهتتحرق منك. الشعريه ما بتاخدش وقت على النار، وبتبقى عايزه ايدك فيها على طول. هننزل بالرز بتاعنا مغسول وزي الفل، وقلبي بقى، قلبي قلبي قلبي، شوحيهم كده ببعض، وانزلي عليهم بميه سخنه. الرز لما بتنزلي عليه بميه سخنه بيبقى تحفه تحفه تحفه، وبيبقى مفلفل ومش معجن كده، وبيبقى جميل قوي 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 قوي. وشويه ملح وبرده خلاص على كده. بس كده خلاص. ادي الكشري 3/4 الكشري بتاعنا خلص. نجيب بقى بصل كتير 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 كتير، على قد ما بتحبي التقليه بتاعه الكشري. هاتي بصل وقشريه وقطعيه جوانح كده، مش مكعبات، لا هتقطعيه جوانح.
هاتي بقى الطاسة بتاعتك على النار وحطيها، والزيت يكون غزير، ورشي عليها شوية ايه بقى، شوية دقيق او شوية نشا، ويدعكيهم كده في البصل. عايزه اقولكم بيخلي البصل مقرمش ولونه جميل قوي وحلو قوي. تمام. نسيبه بقى على النار، وتعالوا نعمل الدقه. نحط معلقه توم صغيره قوي، ونحط شويه خل، شويه كمون، شويه ملح. زودي بقيه البوله بتاعتك ميه، قلبيهم كده خلاص. بس الخل حطي يعني حطي نص فنجان قهوه. نصفي بقى العدس بجبه بتاعنا. عايزه اقول لكم ان العدس ده كان حلو قوي قوي قوي، من اكتر الحاجات اللي انا بحب اكلها في الكشري العدس بجبه والتقليه. الحمص لا، يعني الحمص بيتعب لي معدتنا، وانا بالذات بيتعب لي معدتي وكده، فلا ما بحبهوش. انما بحب العدس وبحب التقليه قوي قوي قوي. كنت بقى طبعا حاطه طبق الكحك كده، وكنت عماله القط فيه كده. انتوا عارفين بقي طول ما انا قاعده في المطبخ ما بيسكتش، مش عارفه ازاي يعني، بس اهو يلا. نحط بقى، تعالوا نعمل شويه شطه زيت. نحط شويه زيت كتير، نحط معلقتين كبار شطه. الشطه دي شطه اسواني او شطه سوداني، جايالي من اسوان. عايزه اقول لكم ان اقل حاجه منها بتبقى تحفه. نحمرها بقى قوي 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 كده، وننزل عليها بمعلقه او بكبشه صلصه صغيره، ونزودها بشويه ميه، وحطوا شويه خل صغيرين، معلقه صغيره خل. وبس خلاص الكشري بتاعنا خلص. بصوا بقى هنا التقليه بتاعتنا لونها عامل ازاي، ولا ممرره ولا محروقه ولا طريه اللي هي بتبقى معجنه. اقسم بالله كانت تحفه، كانت مقرمشه كده وبتخرفش. كان نفسي اسمعكم صوتها، وهوريكم هنا، هوريكم اصبروا بس. تعالوا بقى نغرف الكشري بتاعنا واوريكم الجمال والحلاوه. ما تسرحوش، رحتوا فين؟ حطوا لايك وشير وكومنت حلو، بحب كومنتاتكم جدا 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 جدا، ويدعموني عشان انا احبكم اكتر، ويعمل لكم فيديوهات وكده يعني. حطينا طبقه من الرز، طبقه من المكرونه. نحط بقى الصلصه على الوش كده، وكتروا بقى من الصلصه، كتري وبلاش تستخسري. بعد كده بقى تعالوا نزين الطبق التحفه الجميل القمر دوت بالعدس بالتقليه. بصوا بقى، بصوا التقليه عامله ازاي، مخرفشه ازاي، يخرب بيت ام بقك اللي ما بيسكتش ده. بصوا بقى الجمال.